آخر مستجدات المنتخب المغربي الذي يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا ضمن مستهل رحلته في الكان. شاهد التفاصيل. السلام عليكم متابعينا الكرام، نرجو دعمكم بلايك والاشتراك وتفعيل زر جرس التنبيهات. واصل المنتخب المغربي تحضيراته لبداية رحلته في كأس إفريقيا كوت ديفوار، حين سيواجه نظيره التنزاني ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة. وأجرت الكتيبة المغربية حصة تدريبية جديدة تحت قيادة الناخب الوطني وليد الركراكي، الذي يواصل رفع وتيرة الاستعدادات تأهبا لمواجهة تنزانيا. ويدشن المنتخب المغربي رحلته في المسابقة القارية بمواجهة نظيره التنزاني يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب لوران بوكو انطلاقا من 6 مساء بتوقيت غرينتش. هذا وتضم المجموعة السادسة كذلك منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية اللذان سيتواجهان في اليوم ذاته وعلى نفس الملعب انطلاقا من 9 مساء بتوقيت غرينتش. شكرا لكم على حسن المتابعة، نرجو دعمكم بلايك للفيديو والاشتراك وتفعيل زر جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديد الأخبار الرياضية.